بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجمال ده كله يا ولاد كان معمول طبعا امبارح، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. طبعا هنبدأ بصينية الكنافة التحفة دي اللي على الوش ده كريم شانتيه. يا ولاد بدأت بطبقة كنافة. طبعا الكنافة متحمرة زي ما عملتها معاكم قبل كده. طبقة الكنافة عليها الكيك. جبت الكيك حطيتها على الكنافة. طبقة كريم شانتيه، طبقة كنافة عليها المانجا. وحطيت الكنافة، واخر طبقة طبعا الكريم شانتيه. ما شاء الله. انا كل مرة بعمل على الوش كنافة، بس المرة دي عملت كريم شانتيه على الوش. معانا ده، معانا القطايف التحفة دي. بصراحة انا الفيديو بتاعي النهاردة هتستغربوني طبعا. مش مظبط خالص. انا عفوا يا حبايبي. لا حول ولا قوة الا بالله. القطايف ده كوباية دقيق، عليها نص كوباية دقيق سميد. طبعا انا عملتها، تشوفوا طبق معانا في الصور لوحده كده ما شاء الله. عملتها كانت طالعة تحفة. قلت لازم اقول لكم على العجينة. انا حطيت كوباية دقيق ونص كوباية دقيق سميد. طبعا ذرة ملح طبعا لازم، ذرة كيك شيف، شوية خميرة صغيرين. بحط طبعا يعني نقطتين خل كده عليها. شوية سكر برضو، يعني نص معلقة سكر. عملنا الحاجات الناشفة دي كلها على بعضها كده، ورحت مية دافية بقى وعجنتها زي ما انتوا شايفينها كده. طبعا التكتلات دي كلها راحت. حطينا كده لما تعمل معانا الفقاعات دي تعرفوا ان العجينة ناجحة معانا. ما شاء الله ولا قوة الا بالله. انا مش بكتر يا ولاد عشان مش بحب القطيف تبات. ما شاء الله ولا قوة الا بالله، كانت تحفة. انا كان عنده ضيوف طبعا، والاكل كان كتير وصاحيه بدري ومجهزه الدنيا وما شاء الله. وقلت هصور لكم بقى الاكل بعد ما رصه. عايزه اقول لكم جينا المغرب اذن علينا واحنا بنحضر في الاكل، والضيوف قاعده طبعا. فما كانش ينفع ان اصور الاكل والله هو محطوط طبعا. وكان في فراخ بتتشوي على السطح. انا عملت البط ده، وعملت رز حبه وحبه، وعملت رز بسمتي، وعملنا طبعا الحشوه بتاعت القطايف معانا اهي. فضل معايا شويه كنافه حطيتها على الحشوه دي. طبعا جوز هندي وزبيب ووجداني مجروش وشويه الكنافه. انا عايزه اقول لكم الحشوه تحفه تحفه تحفه. انا كانت يا ولاد زمان كانت امي بتحشيها قشطه، وبعد القشطه تحط الحشو بتاعها. بصراحه ربنا يديها الصحه يا رب. امي كان عمايلهم كلها حلوه، وربنا يبارك فيها ويشفيها ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. في نفس الطاسه اللي انا عملت فيها القطايف، حمرت فيها. شوفوا اللون وشوفوا التحفه تحفه تحفه. انا اول سنه السنه دي اعمل القطايف في البيت. عايزه اقول لكم ملهاش حل، والله ملهاش حل. برجع اقول لكم تاني، كان عندي ضيوف بقى، والوقت بقى يعني صاحيه بدري وبخلص الاكل ما شاء الله. وعملنا بابا غنوج، ويعني الاكل ما شاء الله ولا قوه الا بالله كان حلو جدا جدا جدا. بس معلش انا اسفه ان انا ما صورتش باقي الاكل. طبعا ابو احمد ربنا يديله الصحه، ولا شوى الفراخ على السطح هو واسراء. وعايزه اقول لهم صوروا، ونسيت سهى عليا خالص لان كنت في المطبخ طبعا. البطايه طبعا سلقتها وسويتها. عملت جلاش زي ما قلت لكم. عملنا رز وجلاش ورز بسمتي انا مش عارفه انا ناسي حاجات تانية ولا لا. وفراخ مشويه، والسلطه بتاعت الشوي ده هي كمان. بعمل السلطه دي طحينه وطحينه وطماطم طبعا، والخضار طاجن الخضار التحفه ده تحفه تحفه تحفه. قالوا لي روعه روعه، هعمله معاكم مره ان شاء الله لانه طلع تحفه ما شاء الله. ما حطيتش المره دي كوسه فيه، جزر وبطاطس وبسله بس.
3 حاجات ما شاء الله. اديت لهم صدمة على البوتاجاز، وحطيت صوص الطماطم ودخلته الفرن، سيبته بقى مع نفسه. عايزه اقول لكم طعمه حكايه. اللايك والشير يا حبايبي، كل سنه وانتم طيبين، ربنا يجعله عيد مبارك علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه جميعا بخير يا رب. ويا رب الفيديو يعجبكم. الفيديو ملخبط، وباقي الاكل والله ما اتحط ما صورتوش يا ولاد، اعذروني، لان انتوا عارفين اللقطه الاخيره دي في رعايه الله.